كحلو كحلو مزيتة يا درا. شوفوا لي مقرود اللوز كيخرج لي شباب. مقرود اللوز المقرود العاصمي الجزائري صنف الرابع عالميا كأفضل الحلويات في العالم. قبل ما نشوفوا الوصفة ديروا لي ابوني للصفحة تاعي تاع الفيسبوك، جا من الفيديو كومونتير شباب كيما نتوما، وروحوا نشوفوها في رحبة. حكمت 3 كيلات تاع لوز مرحي متوسط كيما الطعام، زدت له كيلة ناقصة اسبوعين تاع سكر عادي. خلطتهم في رحبه وعاود طحنتهم، جبتهم زدت لهم لافاني وقشور الليمون. نتوما عندكم قشور الليمون الاصفر ديروه. هنا بديت نلم بحبه بيض، الا كانت عندكم كونتيتي كبيره ديروا بحبه بيض من بعد صافر، حبه بيض من بعد صافر حتى تلموا العجينه تاعكم. انا هنا كونتيتي صغيره، حبه بيض كفاتني. لميت كي شفتها قريب ما غادي تنتلم زدت لها مغرف صغيره تاع دهن. بهذيك المغرف العجينه تاعي تلمت كيما راكم تشوفوا، وغادي نوريلكم شحال بقالي من الحبه تاع البيض. هنا بدات تنتلم لي سي بون صاي. ها هو الكونتيتي اللي بقات لي. تلموها غايه وتعجنوها بكف تاع اليد ولا بالكوبات عادي، تقعدوا غير هكا ديروا لها باش السكر يذوب والحبه تجيكم معسله. الله الله. هنا ها هو الحرب واش حصلت عليه، نخليه يريح ليله كامله. هنا بعد ما ريح لي هذيك الليله الكامله دوك تشوفوه معايا. هاولا جبته حليته حربوش. دوروا غايه، قعدوا غير تدوروا فيه باش الهواء كاع يخرج منه وما يصرالكمش هذوك التشققات، ما ينتحلكمش تاني. وتجيبوا الطابع اللي نطبع به البقلاوه والمقروط، غير تطراسوا به ما تطبعوش به. طراسين هنايا وقعدوا بالكوبه تميلوها شويه وتقطعوا. دوروا خطره دوره ونص وتسقموا بالكوبا، ديروه في الفور على درجه حراره 160 درجه. تخرجوه نديروه في الشاربه اللي هي ما زهر زائد مغرف كبيره تاع السكر غلاس ونشفوه. بعد ما ينشف نجيبوه هنا القصعه نديرو فيها السكر غلاس من تحت، ونحطوا الحبات تاوعنا تاع مقرود اللوز متباعدين ما يكونوش لاصقين، وما تبوجوش الحبه كي تحطوها. ونعاودوا نغطوها غايه بالسكر غلاس. نغطو كاع دوك الحبات خاص مام الجوانب ويتغطوا كيما راكم تشوفوا. روحوا قدوا صوالحكم خلوهم ربع ساعه 20 مينوت. من بعد ولوا بدو تنقوا في الحبه، انفضوها من او ميم طوب بالكف تاعكم راكم تسقموا في الحبه تبلاطو فيها. واذا لقيتو كاش جانب خاصه شويه معليش ارفدوا زيدوا يلصق عادي كيما راكم تشوفوا راني ندير. ومن بعد حكموا صفايه وقعدوا ترشوا اللمسه الاخيره، ترشوا السكر غلاس فوق الحبه. وهنا جيت نلصق معاكم عجينه السكر اللي كنت خدمتها من قبل وخليتها تنشف، وزينتها بهذاك الناكري دوغي من عند كرافت. وهاي الحبه غادي نقسمها معاكم. جاني روعه، يذوب في الفم ومعسل وطري بالبزاف، وبصحتي وبصحتكم. شوفوا هنا تحطي صبعك يهود.